لك من الارقام على التهاني والتعازي في الجرايد، وده برضو كان محل انذار بعته للدكتور عصام شرف، ممنوع التهاني والتعازي والفرج على حساب المؤسسات والوزارات والهيئات. اللي عايز يجامل ويهادي خلاص تهاني والتعازي 10 مليار، 10 مليار زيهم خلاص في الشاي والقهوه وعربيات الوزراء. النهارده ليه ما تخلصنيش يعني ايه وزير معاه 5 6 عربيات، عربيه للكلب وعربيه لمراته وعربيه للخدامه، بس خلصوها يا استاذ نبيل. ثواني يا فندم اكمل لك بس، ده في حاجات خطيره دلوقتي عربيتين بس عشان النهارده العلم لما ضيع 11 مليار في فتى بطرطوق. احمد بيه بيقول بقى عربيتين دلوقتي نعم يا فندم دلوقتي عربيتين بس يا ربنا يسامحكم يعني انا بقول لك احنا عمليه بتقل يعني على خطط يا احمد بيه احنا مش محتاجين نستدين من بره ولا نستلف ولا حد يدينا معونات زي الولايات المتحده الارهابيه ولا البيت الاسود ولا النقد الدولي صندوق النقد الدولي. استاذ نبيه بعد اذن حضرتك يجي يشاركني احنا لا نقبل زي ما حضرتك بتقول ان احنا نستدين، ولكن في نفس الوقت احنا مش هنذكر اسماء لبعض الدول بنوع من التحقير، لان احنا لا نقبل ان حد يرد علينا. هي الولايات المتحده ما اسمهاش الولايات المتحده الارهابيه؟ ده غيرت اسمها يا بيه بعد جوانتانامو وبعد افغانستان وبعد العراق وبعد اللي حصل. احنا الرساله بس اللي حضرتك زي ما حضراتكم تتبنوها واحمد بيه بيتبناها. يا اخويا انا دلوقتي انا علموهاني وانا صغير قال لك ما فيش حاجه من الغرب تيجي تسر القلب. النهارده الغرب بيدي لك معونات بشروط، تمام، بيدي لك معونات بمذله وبيدي لك ويجيب ناس تشرف على المعونات دي، تاخد المعونات هي فلوس نص المبلغ ياخدوه. الاستاذ احمد ايه راي حضرتك في ما يقال عن المعونات وان احنا لازم نقبل هذه المعونات، وايه رايك عن اذلال الشخصيه المصريه اللي احنا ناس كتيره بتقابلني تقول احنا حاسين احنا بنتذل؟ ودي حقيقه ودي حقيقه. يعني انت عندك بنيه في مصر اساسيه كبلد كجو من جميع المجالات. 70% من الاثار موجوده عندك في مصر، عندك مجالات شتى تقدر تستقطب الناس الجادين ان هم ييجوا يعملوا مشاريع هنا في مصر تعود عليهم بالنفع وعلى البلد بالنفع بدون ان استدين او بدون ان اخش في هذا المجال. يعني نبيه بيه عايزين الحكومه عصام بيه شرف، الدكتور عصام شرف تمشي في خطها السليم واحنا نتقبلها. لازم اقاله مجموعه من الموجودين، على راسهم وزير البترول، على راسهم وزير الاثار، على راسهم قاعدين ليه؟ ده دول وزير البترول على سبيل المثال بدون ذكر اسماء. لا ما احنا قلنا وزير البترول بدون ذكر اسماء. ايه تاني بعد يا سيدي كان مشارك في موضوع تصدير الغاز لاسرائيل ايام ما كان رئيس هيئه وزير الموارد المائيه. في نقطه يا استاذ نبيل فيما يثبت ايوه هل هو صاحب القرار؟ يعني هو صاحب القرار ولا فرض عليه؟ انا ماليش دعوه كان صاحب القرار، لا كان مشارك فيه وكان موافق يعني وكان مبارك. الملف الخارجي في مصر وزير خارجية حاجه متميزه الحقيقه وبياخدوا خطوات. انا ما جبتش سيرته، انا بقول لك يعني في بعض الوزارات المفروض ما يستنوش يوم في هذه الوزاره. حضراتكم انا ممكن اقول لكم حاجه، ما يمكن اصلا ان الدكتور عصام عايزين نعرف هل هو مفروض عليه الناس دي؟ يعني ايه مفروض عليه؟ ما يمكن مش قادر مفروض عليه قد ما استقالته يا بيه، التاريخ يذكرها. ما احنا عايزين نعرف يعني في ناس كتير من الشارع يعني كمان مواطنين بيقابلوني بيقولوا فعلا في ناس كتيره جدا احنا مش عارفين جم ليه. طب يعني هو مفروض على الدكتور عصام، طب ولا مفروض عليه قدم استقالته؟ الدكتور زي حواس بالذات يعني بعد ما تمشيه تجيبه ده سبب خراب الاثار وتصديرها للخارج وضياعها يا بيه. انا لو عايز مستندات رسميه هجيبها لك دلوقتي حالا. انا ما بتكلمش غير بمستندات. يعني مجموعه يعني بيقال انه الدكتور زي مفروض من امريكا، خاصه بعد المقابله اللي تمت مع كلينتون هنا. يعني مش عايزين كده، مش عايزين حتى السنه اللي بتلوك الشائعات تستمر في هذه النغمه ونريح نفسنا. على العموم احنا بنتمنى التوفيق وبنتمنى ان يكون حوارنا عن كشف حساب الدكتور عصام شرف حوار. وانت هتقيم الحكومه ازاي غير بالوزراء والعاملين اللي فيها؟ زي ما نبيبي بيقول احنا بنقيم عن طريق الرصد واحنا عايزين نبني واحنا بنصر واحنا بنعمل الصالح العام واحنا للصالح العام بدون خوف خصومه شخصيه مع واحد في المذكور. وبنشكر ضيوفنا الكرام ونتمنى التوفيق ليهم ونتمنى التوفيق لمصر وادعوهم وادعوا مصر كلها لتبني حمله. اقول لك على حاجتين صغيرين عشان اوقد الفتنه الطائفيه. اتفضل. ليه ما اعملش قانون عقوبته الاشغال الشاقه المؤبده للتلاعب بالاديان؟ هنناقش ده في ملف تاني وفي ما انا يوم بقول تاني. لك
في عندنا بناشد الدكتور عصام شرف باشغال الشقه المؤبده للي يستغل الدين واللي يستغل المال في الانتخابات اللي جايه. اتمنى الرساله تكون وصلت للدكتور عصام، واحنا معاه في الافضل ومعاه للاحسن بالظبط. احنا ايدنا في ايده. لان احنا كلنا عينينا وقلوبنا على مصر وشرف مصر ونصر مصر، وما ينفعش ان مصر تمد ايديها، لان مصر دوله عظمى في منطقتها، لا ده في العالم. بالزبط. مصر دوله عظمى في العالم. يا دكتور عصام بنقول لحضرتك من القاهره مباشر، الشعب المصري كله بيقول لك يا رئيس الحكومه المصريه يا اللي اختارك كثوار، بعد اذن حضرتك تبنى شعارنا لن نستدين لن نستدين. وبنشكر حضراتكم. والفقره اللي جايه بعد كده عن فقره الناس لما تسمعها ممكن تخاف، بس احنا دايما حتى في البرومو بتاعنا بنقول قول صوت، قول، ما تخافش ما تخافش، قول رايك ما تخافش، ده صوتك، ده منبرك. من القاهره مباشر. فقره السلفيين فجأة وبدون مقدمات تصدر السلفيون المشهد السياسي في مصر من خلال بعض الكلام اللي بيتقال، من خلال غزوة صناديق، من خلال هدم أضرحة، حاجات كتير، قضايا كتير، كاميليا شحاتة، عبير فخري، كل ده بيدفعنا نسأل هم إلى أين السلفيون يمضون؟ ومعنا ضيفي الحلقة في هذا الملف هم الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي الكبير والمدرس بكلية الإعلام، والدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، ونلتقي بهم بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية بيت الخبرة الاستشاري ميشن. الاختيار الطبيعي للسمن البلدي، أصل الحلو في الطعم يدوب، اختيار الحلوانية لجميع الأكلات العربية.